السلام عليكم البنات، نهاركم مبروك وصباحكم مبروك ان شاء الله. صبحوا وتربحوا يا رب العالمين نتوما وليداتكم والعزيز عليكم. اليوم صبحت عليكم هذا المخلع اللي طلبتوه لي واحد المتتبعه طلبوا لي المخلع غاليين والطلب رخيص. شوفوا انتم طلبوا كريمه تنفذ، انتم طلبوا كريمه، انتم امروا وكريمه تنفذ. هذا المخلع جبتوه لكم بطريقه سهله للمبتدئات، بطريقه سهله جدا مبسطه للجميع. هاد الطريقه قليل اللي يعرفها. هاد الطريقه البشاشريه، حنا بالشهر نديرو المخلع، نديرو خبز المخلع. عده طرق كاين، ولكن هذه الطريقه السهله جبتها لخواتاتي. حنا في المنطقه نتاعنا تاني يديروه يعني بعده طرق، ولكن هذه الطريقه احسن من كل طريقه ما شاء الله سهله، وفي نفس الوقت تاكلي اللي تاكلي منه ما يتنشبعش. نسمو بسم الله ونصلوا على النبي رسول الله ونروحوا له. الطريقه كيفاش نديرو؟ هنا عندي كيلو فرينه البنات. الفرينه ديروا نتوما على حسابكم، فهمتوا؟ كل واحد يدير على حسابه. انا درت هنا كيلو، هذا الكيلو يدير لي 7 تاع الخبزات، وخبزات كبار مشخشخين. هنا شا عندي الفرينه نضيف مغرف كبيره تاع خميره الخبز، الملح على حساب الذوق، ونضيف تاني مغرف سكر. وعندي هنا نخلطهم الكل مع بعض ياك البنات حتى يتجانسوا. هنا شن عندي الماء دافي البنات، دافي ما يكونش بارد ياك، بين حامي وبارد مخلطينه. هنا نضيف الماء البنات، كيما نقولوا ما نجمش نقول لكم شحال ندير الماء. هنا عيني هي ميزاني، نتوما تبعوا معايا وحتى نتحصل على القوام اللي باغياه وتشوفوا ان شاء الله. هنا نخلط هاد المكونين كامل مع بعض غير بهذه الطريقه. خبز المخلع اللي راه خالع عباد الله. غادي البنات اليوم شوفوا كي يوصلكم هذا الفيديو كاع ديروه وتدخلوا وتفرحوني باذن الله في القناه وتقولوا درناه. وسيرتو هذوك اللي طلبوه مني، شحال من اخت طلبت مني المخلع. ها هو المخلع، ولكن اختي ولا خواتاتي راه كاين عده طرق وانا درت لكم الطريقه السهله. شوفوا هنا نخلط الكل مع بعض. انتم الا بغيتوه بالميكسور ميكسوه باش بالخف يتخلط. انا غير بيدي لاخاطرش باغا نخليه يريح واحد 4 دقائق ونروح نوجد الحشو. هنا نغطيه ونروح نوجد الحشو. هنا شا عندي الحشو اللي تاع المخلع. عندي كيلو بصله، يعني درت كيلو فرينه كيلو بصله. هنا كيلو بصله نضيف كيما طحنتها في الهشوار، بصح ما طحنوش بزاف حتى يولي ما. بهذه الطريقه البنات ضفت عليه الزيت. وهنا عندي 2 حبات طماطم كبار البنات. سمحوا لي الاضاءه عندي مرنكه يا البنات، الاضاءه راهي مخسره لي التصوير، مخسره لي الفيديو. هاد الطماطم راها حمراء عندي قدامي، ولكن في الفيديو نشوفها اورانج. الله يسر كلشي بدلها التليفون. يا خوتي يا دارنا الا راكم تسمعوا فيا كيما درتوا لي هذوك الكادويات زيدوا كملوا جميلكم وشريوا لي تليفون ايفون برو ماكس. ماذا بكم من الماركه التاليه، راني مغبونه في التصوير الا بغيتوا ربي. هذه يا خواتاتي شوفوا. هنا شادير لي زيبيس. هنا من بعد ما ضفت الطماطم على البصله ضفت مغرف صغيره كركم، مغرف صغيره سكينجبير، مغرف صغيره فلفل اسود، وضفت مغرف كبيره نتاع البصله اليابسه اللي حمصتها وطحناها ودايرها في بطانه ديما عندي. وراس الحانوت تاني مغرف البنات، مغرف بهذه الطريقه ماشي معمره، راس الحانوت اللي شاركتها معكم. والملح على حساب الذوق، فهمتوا البنات؟ نخلط الكل مع بعض بهذه الطريقه. انا البصله هنا مانيش منقص عليها النار خاصها تكون قويه البنات، قويه باش بالخف تنشف لنا البصله، فهمتوا؟ هاي نخلط الكل المكونات مع بعض بهذه الطريقه. وهنا البنات شنزيد ولا شندير نخليها هنا تنشف. هنا نخليها تنشف ونروح للعجينه نتاعي. هنا العجينه شوفوا البنات لقيتها بدات تخمر، يعني 4 دقائق وليت لها. شوفوا لقيتها قريب تخمر، نعطيها واحد الضربات هكا، نخبطها واحد الخبطات ملاح بهذه الطريقه. غير نخبطها يعني حتى دوك البوليطات لقيت كل شيء تريقل، لقيت دوك البوليطات راحوا بلا ميكسور البنات، فهمتوا؟ المهم العجينه تخلوها غير تريح. انا نعطيها واحد الخبطات زين ونغطيها.
هنا غطيتها خليتها تكمل خمورها وجيت للبصله تاعي. فهمتوا؟ يديرها هنا ولهيه. هنا البنات نزيد لهاد العقده اللي خادمتها ولا الدرسه. هاد الدرسه البنات انا خادمتها نستعملها في هذا في العجائن، يعني لي بات، ونستعملها كيما بزاف في الخبز البصله ولا البردة كيما تقولوا، ولا خبز الشحمه. هاد الدرسه فيها القزبر المعنوس والثوم والشحمه، يعني مكتره فيها الثوم وفيها القزبر بزاف والمعدنوس وشتاني والشحمه والثوم. شوفوا راها ريحة التوم ما تأمنوش عقلكم، والحرور الأخضر يعطيكم الخير. الحرور الأخضر والملح البنات هادو كلشي راحية مع بعض، ودايره في باطا. وين نبغي ندير لي بات ولا ندير خبز الشحبة بهذه الطريقة. شوفوا ريحتها ما شاء الله. التوم ما تأمنوش عقلكم يا البنات، الريحة كي دايرة راهي تغوي. هنا نخلط الكل مع بعض. هنا صاي طفيت النار البنات، النار صاي كملت مع البصلة، درت لها داك الدرسة. هاهي كاش نهار نشاركها معكم. هنا نخليها تبرد ونروح لعجينتي صايي هنا تكون خمرت. هنا شوفوا البنات، هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. سمحوا لي هنا راني درت الاضاءه بزاف حتى ما ولاش تبان العجينه. هنا شوفوا البنات نخلطها بهذه الطريقه ونبداو بسم الله. ندير الطاجين يحمى ونبدا معاكم. هنا سمحوا لي عند بالي راني صورت، لقيت نهضر مع ولدي درت له بوز. هنايا درت الورقه الاولى، ندير لها ما تطيبش بزاف، ديروا لها غير شويه زيت وقلبوها. ندير الحشو بهذه الطريقه. البنات انا نخدم بيدي، انا ما نعرفش نخدم بالبورف، كل شيء بيدي. هنا شوف شا دير من بعد ما كيما نقولوا وزع داك الحشو كامل على ديك الورقه تاع العجين. هنا نجيب بالمغرف البنات بهذه الطريقه. شتو بهذه الطريقه غير على الحواشي، ومن بعد كل شيء ندخله بيدي، نشمخ يدي بالماء وشوفوا ندفع غير العجينه لداخل. شوفوا ما ندفعش حتى الحشو، غير العجينه من الفوق. راكم فاهميني؟ والله مانيش عارفه نوصلكم الفكره ولا لا. غير بيدي ندفع لك، غير من الفوق ندفع العجينه حتى نغطي كاع داك الحشو. هنا نخليها طيب، غير طيب ندير ليها عاود الزيت ونقلبها. طريقه سهله البنات، وهاد الطريقه ما يعرفوها غير صحاب الواتا. خبز البصله ولا خبز الشحمه ولا المردف ولا المخلع يعرفوه كامل الناس بالشهر، ولكن الطريقه هذه الناس الواتا معروفين بها. تحيه كبيره للناس الواتا، تحيه كبيره من وهران حتى الواتا، وتحيه كامل لاصحاب الشهر. هذا شوفوا بعد ما درت لها الزيت وتقلبت، شوفوا ما شاء الله هذيك الخبزه راهي تشاهي. ما شهيتكم فيها يا البنات، لو كان صبتكم راكم حدايا كل واحد يرسل لها خبزه. هنا نزيد معاكم الزوجه نفس الطريقه، شبخي يدك في الماء وباش تفوت لك العجينه بالخف وتكوني خفيفه. سمعتوا البنات راني ندير مغرف ونص مع الطاجين عندي انا كبير، مغرف ونص عجينه. ها هي ونفوتها بهذه الطريقه، واللي بقى نرفدها ونردها للعجينه، نردها للبسيله. انا المهم لقيتو شي ثقبه ديروا لها العمليه العجين غير اللي في يدكم يرقع لكم. هنا نعاود ندير لها شويه زيت ما نخليهاش طيب ونقلبها بهذه الطريقه. ونفس الشيء الحشو راني نعاودها معكم باش تفهموا البنات. فهمتوا؟ درت معكم الاولى ودرت الزوجه باش تفهموا الطريقه. هنا نمشي الحشو تاني نفس الشيء، ونعاود ندير العجينه تاني بالمغرف. هذه الطريقه البنات. واكدوا لي البنات على بالكم راني في الحشو درت الحرور الحار الاحمر، ما كانش متواجد عندي الحرور الاخضر. درت الحرور عندي مرحي، تعرفوا الحرور الاحمر اليابس هذاك المرحي. هاي هذاك درت مغرف كبيره باش تجينا كيما نقولوا خبز الشحمه ولا المردف ولا المخلع ولا خبز الشحمه يبغي الحار. هاي انا بهذاك راكم المهم راكم فهمتوا. راني وريتكم الطريقه وعاودتها معكم شحال من مره. شوفوا ما شاء الله ديك التحميره اللي تجي، هذاك السكر اللي درناه في العجينه هو اللي يعطينا ديك التحميره. شوفوا نفس الشيء، نشمخ يدي بالماء، ندير العجينه في الطاجين باسهل طريقه تتمشى معكم. هيا ندير الزيت نعاود نقلب. وهاد القلبه اللي راني نديرها هذه ما يعرفوا لها غير صحاب الريستورات. كريمه
تحصيلها. هنا شاه البنات نفس الطريقة ندور هكا باش تحمر كاع في الجوانب. وهذا هو المخلع اللي راه خالع الناس، يجي ما شاء الله ما شهيتكم فيه يا البنات. تهلوا يا البنات، هذا الفيديو خاصو يوصل للعالميه. شوفوا ما شاء الله حاميه، حليتها معكم ما شهيتكم فيها. وان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وينال رضاكم، وان شاء الله هو يلقى اقبال كبير. وما تنساوش البارطاج والتعليقات واللايكات والبصمات. الله يبصم لكم في الجنه يا رب العالمين. راني غير نتحلل ونعاود فيكم. شتو البنات؟ شوفوا ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك ما شهيتكم فيه، حق في الجنة. ونتلاقاو إن شاء الله يا ربي، نتلاقاو في فيديو جديد ونهار جديد يا رب العالمين. شوف خليني حتى نكسب معكم ونقول لكم على خير. شوفوا اللهم بارك. تامنوا البنات، تاكلي اللي تاكلي والله ما تقولي كليتي، ما يقهمش ويجي. وسيرتو كي ديري الخميره في العجينه يجي ما شاء الله. تبقوا على خير ونهار